السلام عليكم، ازيك في الاول يا محمد؟ عامل ايه؟ الحمد لله بخير، انت إيه الاخبار؟ انا تمام الحمد لله. طب ممكن في الاول تدينا انترودكشن عن نفسك وهتتكلم معانا عن ايه النهارده وكده؟ تمام. انا اسمي محمد هاني رمضان، انا طالب في كليه علاج طبيعي في جامعه الدلتا ليفل 2. حابب النهارده اكلمكم عن علاج طبيعي او معنى الكليه اساسا ايه، تخصصاتها، عيوبها ومميزاتها، نظام الدراسه في الكليه ذات نفسها والمصاريف وكل ده. طيب تمام جميل جدا. ممكن تدينا بقى انترودكشن عن الكليه بشكل عام؟ تمام. هو معنى كليه علاج طبيعي او انت مثلا كاخصائي علاج طبيعي هو ان انت بتحاول تحل مشكله المريض من غير ما تلجا بشكل كبير للجراحه. هو انت هي حتى من اسمها العلاج الطبيعي، فانت بيبقى غرضك مثلا بعيد او يعني حلولك كلها بعيده عن حلول الجراحه. تمام جميل جدا. بالنسبه بقى لطبيعه الدراسه والمصاريف في الكليه بتكون ايه دنيتها وبتكون عامله ازاي؟ تمام. هو طبيعه الدراسه في الكليه عندنا ماشيه على نظام الساعات المعتمد. مطلوب منك خلال ال5 سنين ان انت تخلص 204 ساعه. 204 ساعه دول بيبقوا متقسمين على المواد على حسب مثلا ايه اهميه المواد ذات نفسها. في مواد ممكن تاخد 3 ساعات او 4 ساعات او ساعتين. طب بيتحسب ازاي؟ الساعه سعرها 2180. مثلا ممكن تاخد ساعتين، مواد 3 ساعات، مواد 4 ساعات، واحنا قلنا على حسب ايه دورها وكده في الكليه. انت مصاريفك في السنه او في الترم اسف بتبقى 48,000. وبيبقى برضو الكليه بتعمل خصومات او كده، بتبقى بتبدا من 10% للناس اللي جايبه جي بي اي 3.7 من 10 عندنا في جامعه الدلتا. والناس اللي جايبه جي بي اي 4 بيبقى عندهم خصومات 20%. تمام جميل جدا. بالنسبه بقى لطبيعه المواد او تقسيمه المواد في الكليه بشكل عام بتكون عامله ازاي؟ طبيعه المواد عندنا بتبقى متقسمه من الاول، هما بيخلوك تعرف مثلا البيزكس بتاعه جسم الانسان زي مثلا الاناتومي الفسيولوجي والكلام ده. وبعد كده ما بيبنوك كويس، بعد كده تبدا تاخد اساليب العلاج او المواد اللي هي مثلا زي المانوال والتيست وحاجات كهذا. المانوال دي مثلا بتركز على المساج او كده. بس مش مساج بمعنى مساج، بس مانوال دي علاج مثلا انت بتستخدم فيه ايدك بمعنى اصح. تمام. بس طبيعه المواد هنا اهو بترتبها ان هو مثلا مواد بتفتح مواد زي مثلا اناتومي 1، اناتومي 2، اناتومي 3، اناتومي 4. مفيش طالب هيعرف مثلا يخش اناتومي 2 من قبل ما يدخل اناتومي 1 او يعدي فيها. فاهم؟ اللي هو انت بيبقوا متاكدين ان انت متاسس صح عشان تعرف تاخد الجزء او مهيئ للجزء اللي بعده. فاهم ازاي؟ فهمتك ايوه. طيب جميل جدا. دلوقتي بعد يعني الانسان دخل الكليه واتخرج، ايه بقى مجالات الشغل المتاحه ليه بعد ما يتخرج من علاج طبيعي؟ بص، هو انت كاخصائي علاج طبيعي انت مطلوب جدا، او يعني مجالات الشغل ليك مثلا زي الجراحه، زي النساء، زي اصابات الملاعب، زي الاطفال. كل دي تخصصات موجوده ومطلوبه جدا. فانت حته ان انت هتلاقي فرص عمل بعد كده دي كويسه جدا، هتبقى متاحه لك. بس ليها عيب واحد مثلا، ان انت هتبقى محتاج تثبت نفسك جامد، ان انت مش هتبقى يعني ممكن يبقى مثلا عدد الخريجين كتير فايه في فرص عمل بس انت محتاج تثبت نفسك. ممكن محتاج ان انت اللي هو تبقى فعلا خريج فاهم كويس، مش اي حد هيقدر. ممكن اي حد يتخرج بس مش اي حد هيبقى فاهم. فاهم ازاي؟ كلها مش كلها دكاتره في الاول وفي الاخر، مش كل اللي جاب تقدير دكتور. بالظبط. ما اصل انت مثلا اول ما يجي اسم الدكتور علاج طبيعي ممكن يجي في دماغك واحد مثلا بيطرقع رقبته بيعمل حاجات خطر كده، فانت هتبقى عايز واحد فاهم، عايز واحد فاهم هو بيعمل ايه، مش اللي هو حافظ او مبصمج بمعنى صح. فاهم ازاي؟ فاهم فالحته قصدي. دي انت لازم تثبت نفسك فيها كويس قوي. هي النقطه دي في كل التخصصات عموما، يعني انت حتى لو مهندس فانت المفروض تكون فاهم عشان تشتغل، لو انت حتى بروجرامر فانت بالظبط. المفروض مش هتروح تقول له بحط سيمي كولون بالظبط. في اخر بس في الكود. العلاج الطبيعي الخسائر هتبقى في الارواح اكتر. فاهم ازاي يعني؟ صح. ماشي، مهندس ممكن يبني مثلا بيت او يوقع عماره فيها ناس، بس انا ما عنديش خلفيه بصراحه عن الهندسه فيها ايه، بس يعني فاهم مش هتبقى انا اللي تاثير بقوله هو بشكل تاكيدا، اساسي على الارواح. فاهم ازاي؟ تأكيدا على النقطة اللي على أنت عكس بتتكلم الكليات فيها، الطبيه. يعني كواحد أنت بقى في التجربة يعني وعايش في الكلية وكده، إيه مميزات وعيوب التخصص ده من وجهة نظرك؟ بص، انا شايف مثلا انت لو واحد بيحب يشتغل الشغل المانوال او ان انت تشتغل بايدك ذات نفسك، او لو مثلا ايه طريقه العلاج تبقى سيمبل كده، مش مثلا مش دكتور جراح واللي هو الموضوع معقد شويه. فانا بصراحه برشح الكليه دي جامد جدا. انا كنت داخلها عن حب بصراحه. انا كان مخير عندي ان انا اخشها او اخش صيدله. فاهم ازاي؟ بس لو انت زي ما قلت لك حابب مثلا الشغل المانوال او انت بايدك او كده، مش اللي انت بقى تخترع او مش تخترع ان انت تعمل تركيبات العلاج او كده مثلا، او اي علاج تاني او اي قصدي مجال تاني، فبرشحها لك قوي. انما انت لو دخلتها اوريدي فانا هقول لك على حاجه. احنا اتكلمنا في الاول قلنا ان نظام الساعات، نظام الدراسه فيها المواد مترتبه على بعض.
يعني مثلا اناتومي 1 قلت لك اناتومي 2 اناتومي 3 كده. فانت لازم تفهم المواد بتاعتك كويس قوي، يعني مش هينفع مفيش حاجه. يعني انت لو نجحت في ماده ودخلت في الثانيه وانت ناجحها مثلا سوري بالبصمجه او بالهبد او مثلا غاشش او كده، فانت مش هتفهم. وحتى لو اتخرجت وانت مش فاهم حاجه، انت زي ما قلنا مثلا في سوق العمل انت لازم تثبت نفسك، لازم تبقى فاهم. فاهم ازاي؟ فانت لازم تفهم قوي، ما ينفعش اي حاجه تفوتها غير لما تفهمها. لان للاسف كله مترتب على بعضه. فاهم ازاي؟ المواد كلها حرفيا مبنيه على بعضها. فانت لو وقعت الموضوع عامل زي السلم، انت لو وقعت في واحده هتكر في الباقي كله، مش هتعرف تعدي. جميل خصوصا جدا. ان التخصص كمان فيها من الامتياز. فانت مش هتيجي مثلا في سنه تانية او ثالثه وتتخصص في تخصص معين وتقول انا ماليش دعوه بالباقي. لا، ده انت بتفهم كل حاجه حرفيا، وبعد كده انت بتبدا تتخصص. فاهم ازاي؟ فهمت قصدك، ايوه. ده كلام جميل جدا. انت احنا كده يعتبر البوينتس اللي احنا حابين نتكلم فيها هي تعتبر خلصت. فانت حابب تضيف حاجه مم. معينه قبل ما نخلص او كده، او قبل ما نختم؟ لا، هو بصراحه يعني كان اعدادك تمام قوي، يعني مش محتاج ان انا اعدل عليه خالص يعني. خلاص تمام، احنا تشرفنا جدا بوجودك معانا، حبيبي وكانت الله يخليك، كانت شرف ليا معلومات والله. كانت معلومات مفيدة يعني، وإن شاء الله الموضوع يكون مفيد للناس اللي هتشوفه. وبس، احنا كده خلصنا النهاردة. خلاص ان شاء الله يا رب.